طيب بسم الله هنشرح دلوقتي الريليشنز اوف بنكرياس. ده يعتبر جزء نظري وجزء عملي برضه في نفس الوقت، بس حابين نشرحها هنا على الموديل عشان نعرف نتخيلها بطريقه كويسه، وان شاء الله الموضوع هيكون بسيط. تمام. اول حاجه يعني ده الجي اي تي بتاعنا بشكل عام، تمام، ده اللي هندرسه ان شاء الله في الترم الثاني، ولكن خلينا نجيب الريليشنز ان شاء الله بطريقه بسيطه. زي ما قلت لكم ادي عندي ده البنكرياس، تمام، بيتقسم عندي الجزء ده اللي هو الهيد ومعاه الانسنت بروسيس، بيتقسم عندي الحته الصغيره دي اللي هي النك، بعد كده بكمل عندي كبادي، واخر حاجه عندي التيل. تمام. نبدا بطريقه سيستماتيك اكتر، هناخدها بارت بارت. نبدا اول حاجه بالهيد والريليشنز بتاعت الهيد. اول حاجه الهيد هنعتبر ان ده منظر تخيلي، لان ادي هنا السبلين، فادي السبلين اهوت، وادي عندي هنا اللي هو الديودينم، وادي عندي اللي هو الجول بلادر، فهنبدا عندي البنكرياس. ده منظر تخيلي ليه. تمام. هنعمله من فوق كده شويه عشان لما اقول لك ده يبقى كذا فانت تكون مجمع معايا. اول حاجه هنبدا بالهيد. تمام. ادي الهيد وادي الانسنت بروسيس. هنبدا اول حاجه تحديدا بالجزء اللي هو الهيد. هو الهيد موجود ما بين ايه؟ ما بين ايه وايه اصلا؟ هو قال لي ان هو موجود ما بين اللي هو الديودينم والسوبيريور ميزنتريك. تمام. السوبيريور ميزنتريك فيزلز اللي هي المكانين دول كده. حلو. فادي ده الجزء الخاص بتاع الهيد. تمام. حلو قوي. طيب الانتيريور ريليشن بتاعت الهيد ايه؟ قال لي والله ان انا عندي في الانتيريور ريليشن بتاع الهيد حاجتين. ايه هما؟ اول حاجه عندي اللي هو ترانسفيرس كولون. ترانسفيرس كولون اللي هو ايه؟ اللي هو ده. ادي ده ترانسفيرس كولون. تمام. ده اول حاجه. الترانسفيرس كولون اللي هو غالبا هيبقى موجود في البريشر في اسمه ايه ده، في الحفره اللي موجوده دي، ده اللي هو ترانسفيرس كولون. تمام. تاني حاجه هيبقى موجود عندي ايه؟ هيبقى موجود عندي الكوليس اوف سمول انتستين. ايه هي الكوليس اوف سمول انتستين؟ اللي هو ده. ده الكوليس اوف سمول انتستين. تمام. طيب يبقى انا كده قلنا الانتيريور ريليشن بتاعت الهيد. اول حاجه عندي اللي هو الترانسفيرس كولون والكوليس اوف سمول انتستين. ممكن برضو ترانسفيرس ميزو كولون، ولكن الترانسفيرس ميزو كولون ده هيبقى جوه، هوريه لكم بعد شويه واحنا بنشيل الحاجات دي. تمام. ده كان بخصوص الانتيريور ريليشن بتاعت الهيد. طيب البوستيريور ريليشن بقى بتاعت الهيد ايه؟ والله انا هلفها لورا، هلاقي عندي موجود ايه؟ هلاقي عندي موجود الانفيريور فينا كافا، وهلاقي عندي البايل داكت. يبقى انا موجود عندي حاجتين في البوستيريور ريليشن اللي هو الانفيريور فينا كافا والبايل داكت. يبقى انا كده خلصت الهيد. هل اروح على جزء النك؟ لا، في جزء صغير اللي هو الايه؟ الانسنت بروسيس. الانسنت بروسيس اللي هو الجزء يعني اللي نازل لتحت زي العكاز كده، العصايه الميله بتاعتها دي. من قدامها هيبقى عندي السوبيريور ميزنتريك، ومن وراها هيبقى عندي الاورطه. الاورطه يمكن ما يكونش اللي هو يعني متخيله قوي، ولكن ادي ده زي ما بقول لكم ادي ده الهيد، فهو المفروض يعتبر مجازا ان السوبيريور ميزنتريك برضه رايحه تصب في الاورطه، فهي الى حد ما وراهم هما الاثنين، معاهم هما الاثنين. يبقى في السوبيريور ميزنتريك انتيريور للانسنت بروسيس، لكن من ورا هتبقى اللي هو الاورطه. تمام. فده كان فيما يخص الهيد اند الايه؟ اند الانسنت بروسيس. ندخل بقى على الجزء الثاني اللي هو النك. النك هيعتبر هنفترض مجازا اللي هو الحته اللي في النص دي. تمام. الجزء ده النك والله في البوستيريور ريليشن هو فيه تو جانكشن، من قدام ومن ورا. تمام. الجانكشن اللي من ورا اللي هو بتاع البورتال فين، ادي البورتال فين، وزي ما احنا عارفين البورتال فين اتحاد ايه وايه؟ اتحاد السوبيريور ميزنتريك مع السبلينيك فين. تمام. والجانكشن اللي من قدام هو المفروض يعني على كلام الدكتوره هو مش جانكشن، ولكن بيقول لك ان هو هياخد جزء من الاستومك مع البريتونيوم، ولكن هو بيعمل برضو حاجه اسمها بلورو ولا مش فاكر، حاجه شبه كده، مش متذكر اسمها بصراحه، ولكن هي مش مهمه وما اتذكرتش في النظري ومش موجوده هنا فمش هتلاحظها. اهم جزء احنا قلنا الهيد ده مهم في العملي، والجزء اللي احنا هنذكره دلوقتي اللي هو البادي مهم كمان في العملي، وده الاسئله اللي هتجيلك اكيد يعني، مش هيجيلك تقول لك اذكر لي النك كلمه بسيطه ولا التيل كلمه بسيطه. طيب تعال نروح على البادي واللي هيعتبر فيه كلام كتير. البادي زي ما احنا عارفين ان هو بيتقسم عندي ل 3 بوردر و3 سيرفيس. تمام. هنبدا اول حاجه بالبوردر. اول حاجه عندي الابر بوردر. الابر بوردر ادي الابر بوردر اهو، وهيبقى عندي كده اللي هو الانتيريور بوردر، هيبقى عندي كده اللي هو الايه؟ الانفيريور بوردر. زي ما انت شايف الابر بوردر عندي ايه؟ والله عندي هنا اللي هو الايه؟ اسمه ايه ده؟ السيلياك ترانك اللي طالع منه سبلينيك ارتري. تمام. ما فيهوش كلام كتير، سهل اهي. السيلياك ترانك اللي طالع منه اللي هو الايه؟ السبلينيك ارتري. تمام. طيب ومن تحت هيبقى موجود عندي ايه؟ هيبقى موجود عندي اللي هو السوبيريور ميزنتريك فيزلز. يبقى خلي بالك ان السوبيريور ميزنتريك فيزلز اشترك معايا ان هو في الهيد في الانسنت بروسيس، وكمان كمل معايا هنا في الهيد في البودي كانفيريور سيرفيس. تمام. هل انا كده خلصت؟ لا ما خلصتش لسه، انا عندي حاجه اسمها الانتيريور بوردر. الانتيريور بوردر ده تعالى بقى نيجي نشيل الحاجات ديت ونوضحها بطريقه احسن. ادي الانتيريور بوردر هو المفروض يبقى في المكان ده كده، هو بيبقى اتاتش للترانسفيرس كولون.
او ترانسفيرس ميزو كولوم. ادي ترانسفيرس كولوم زي ما قلنا اللي هو كده، فالمفروض ان هو يبقى اتاتش في الحته دي تمام. او ممكن نقول ترانسفيرس ميزو كولوم اللي هو الجزء يعني هو ترانسفيرس ميزو كولوم ده ايه؟ هو جزء طالع من البريتونيوم بيغطي البنكرياس تمام. فممكن هيبقى بالشكل ده. فيبقى انا كده عندي ترانسفيرس كولوم هو اتكرر معايا مرتين كانتيريور ريليشن للهيد تمام، وكانتيريور ريليشن برضو كانتيريور بوردر للبودي. هل انا كده خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. تعالى نرجع كل حاجه زي ما كانت. يبقى احنا كده قلنا الريليشنز بتاعه البوردر تمام. طيب تعالى ندخل على السيرفيس. انا عندي كام سيرفيس؟ والله انا عندي 3 سيرفيس تمام. اول حاجه عندي الانتيريور سيرفيس. الانتيريور سيرفيس اللي هو في المكان ده، السيرفيس ده كله هيبقى الانتيريور سيرفيس. الانتيريور سيرفيس هيبقى موجود عندي بورت من الاستومك، لان الاستومك نايمه كده تمام. فهيبقى واخد عندي بورت من الاستومك مع فراغ كده باين اللي هو الفراغ ده اللي هو بيكون فاصل ما بين الاستومك والبنكرياس اللي هو اصلا اسمه ايه؟ الليسر ساك. الليسر ساك يبقى موجود هنا. طبعا دي حاجه مش باينه، الليسر ساك ده هو غطاء يعني فمش باين. ده كان بخصوص اللي هو الايه؟ الانتيريور سيرفيس. طيب تعال نشوف الانفيريور سيرفيس. الانفيريور سيرفيس زي ما انت شايف كده، ده كده من تحته الانفيريور سيرفيس. الانفيريور سيرفيس هو الانتيريور ريليشن بتاعه الهيد. طب ايه هي كانت الانتيريور ريليشن بتاعه الهيد؟ قلت لك ان انا عندي ترانسفيرس كولون اللي هو ده والكوليك اوف سمول انتستين، يبقى هو ده منطقيا جدا هيبقى اللي تحت. يبقى تعالى كده نشوف، نشيلها بقى من الموديل نفسه. ادي عندي ده الانفيريور سيرفيس هيبقى موجود تحته اللي هما الحاجتين دول المفروض كده اللي هو السمول الكوليك اوف سمول انتستين، وادي عندي من تحت اللي هو ترانسفيرس ميزو كولوم. وده يعتبر شكل ايه؟ اوقع اكتر واوضح اكتر انك يعني تقتنع بيه وتصدقه تمام. فزي ما انت شايف كده يبقى ده كان فيما يخص اللي هو الانفيريور سيرفيس. طيب تعالى بقى نشوف اللي هو البوستيريور سيرفيس اللي هو اخر سيرفيس معانا. يعني هنفترض ان هي دي الصوره جدلا يعني تمام. زي ما قلنا ان هو بوستيريور الثنائيات كابلز. اول حاجه انا عندي هيبقى فيه تو ارتري. ايه هم الاثنين الارتري اللي موجودين قدامك؟ زي ما انت شايف ادي عندي هنا الاورطه، انا بتكلم على البودي، فادي عندي الاورطه، وكمان هيبقى عندي السوبيريور ميزنتريك ارتري تمام، اللي هو يبقى الفتحه دي، ده السوبيريور ميزنتريك ارتري، وده اللي هو الاورطه تمام. اللي فوق ده هيبقى السيليك ترانك غالبا يعني ماشي. طيب خلي بالك ان الاورطه ريليتد للانسنت بروسيس ولكن كبوستيريور، وكمان للبودي كبوستيريور تمام. طيب الحاجه الثانيه هيبقى عندي تو فين. ايه هما التو فين اللي موجودين؟ ادي عندي الفين اللي ماشي ده اللي هو الليفت رينال تمام، الليفت رينال ده، وهيبقى عندي كمان اللي هو ايه؟ انا قلت عندي الليفت رينال، هيبقى عندي كمان الليفت او السبلينيك فين. يبقى عندي السبلينيك فين اللي جاي من السبلين بتكون على الليفت مش على الرايت، في الليفت تمام. فيبقى عندي ده اللي جاي من السبلينيك فين، او يعني بمعنى اصح اللي هو هيبقى موجود ناوي كده تمام كبوستيريور ريليشن اهو. ادي ده السبلينيك اسمه ايه ده؟ سبلينيك فين. وهيبقى عندي كمان اللي هو الليفت رينا تمام. لكن فيما يخص الفين. طيب كمصل انا عندي تو مصل. ركز كده معايا وتعرف تعمل زوم. ادي عندي اول مصل اللي هو الليفت كروس، اللي هي اللي نازله دي كده، الليفت كروس تمام. الحته دي الليفت كروس موجوده على الليفت اهي تمام. دي موجوده ورا السبلين، ورا البنكرياس اسف. ادي كده البنكرياس، فمن وراه يبقى عندي هنا الليفت كروس، ومن تحت هيبقى عندي السوس ميجور. السوس ميجور يبقى انا عندي هنا الليفت كروس والسوس ميجور. اخر حاجه عندي اللي هم الاورجنز زي ما انت شايف ان انا عندي هيبقى هنا اللي هو الكدني والسوبرا رينال، اللي هي الكدني والسوبرا رينال تمام، السوبرا رينال جلاند. يبقى انا عندي الاثنين في البوستيريور ريليشن. واخر عندي حاجه هنا في التيل اللي هو طبعا رايح لفين؟ اللي هو الهايلاند بتاع السبلين، ما فيهوش كلام كتير يتقال. يبقى اهم حاجه عندي اللي هو الهيد والبودي تمام. زي نرجع كده كل حاجه مكانها زي ما قلت لك. ده اللي هو الكوليك اوف سمول انتستين سوري ادي البنكرياس اهوت. وده اللي هو ترانسفيرس ميزو كولون، ده اللي هو طالع من البروتينيا، لكن ده ترانسفيرس كولون نفسه ماشي. وادي عندي اللي هو الكوليك بتاعت السمول انتستين. تركبها صح، تركبها صح ماشي. وادي عندي هنا ايه؟ الباشا الايه؟ الاستومك زي ما انتم شايفين كده. وادي ده عندي منظر تخيلي، فانت تقدر تقارن ما بين الحاجات اللي موجوده من قدام والحاجات اللي موجوده من ورا، وتراجع معانا الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديو تمام. وبس كده، اتمنى الريليشنز تكون واضحه وما فيهاش اي مشكله. بالتوفيق ان شاء الله.